اليوم سنتوقف عند خروج إعلامي لافت لأحد أبناء مدينة بني ملال من جيل الشباب زيد الذي قدم صورة مشرفة عن المغرب أمام الإعلام الألماني. ما يميز هذا اللقاء ليس فقط طريقة طرحه للأفكار بل أيضا الأسلوب الراقي الذي عبر به عن وعي جيل زيد وطموحاته. حديثه كان عميقا هادئا وذو رسالة قوية تستحق أن نتوقف عندها. نشاهد هذا الفيديو معا ثم نعود للتعليق والتحليل بعد نهايته. الناشط في حراك جيل زد 2012. أهلا بك أستاذ مهدي. قبل قليل أصدر حزب الأغلبية في المغرب بيانا يؤكد فيه تفهم الحكومة لاحتجاجات جيلكم. هل يمكن الوثوق في حزب الأغلبية وفي حكومة أخنوش بأنها قد تستجيب لمطالبكم بسرعة وبالتالي يطوى هذا الملف؟ مساء الخير وشكرا لقناة دبليو على هذه الاستضافة ولإثارتها هذا النقاش الذي أصبح يحدث ضجة عبر العالم. جيل زاد هذا هو الجيل الذي قيل عنه جيل تيك توك، جيل انستغرام وجيل سناب شات، هو الذي أحدث صدمة للدولة المغربية، للسلطات، للأجهزة الأمنية، كذلك للحكومة المغربية. جيل زاد له مطالبه وهي مطالب طالما رفعها المغاربة عبر سنوات، وهي قطاعات طالما قالت الدولة أنها بصدد الإشراف على إصلاحها فيما يسمى بمشروع الدولة الاجتماعية، وقبل هذا كانت مشاريع طبعا كلها فشلت، والملك البلاد يعترف بفشل منظومة الصحة ومنظومة التعليم وقطاعات أخرى، وهو يقر بذلك في خطاباته دائما ويقول هذه الحكومات لا تقدم شيء، حتى وصل لأن يقول إذا كان المواطنين يلجؤون للملك فما دور الحكومات والمسؤولين والوزراء. لكن جيل زاد هذا يرى أن الحكومة عاجزة ولا يمكنها الاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة، لا من إصلاح قطاع الصحة ولا إصلاح التعليم ولا نقاش العدالة الاجتماعية الذي أصبح مطروحا، وكذلك مطلب إسقاط الفساد. الحكومة عاجزة وكذلك هي لا يمكنها أن تحتوي هذه المطالب، ولو كانت ستحتويها لوصل بلاغ حوارها يوم أمس الذي خرج ولم يهتم له جيل زاد ولم يجد صدى داخل مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مواقع الإعلام. إذا نحن نرى أن الحكومة المغربية عاجزة أمام احتواء مطالبنا العادلة والمشروعة، ولا يمكنها أن تقدم أجوبة حقيقية لجيل زاد. هذا مهدي سمحت لي، هذا بالنسبة لموقفكم من الحكومة، هي بالنسبة لكم حكومة لا يرجى منها الحل، لكن كيف ينظر حراككم إلى الطريقة التي تعاطى بها القصر مع ما يجري حتى اللحظة؟ وقد كنت سألت في هذا الإطار الدكتور عبد الفتاح نعوم. أنا لا يمكن أن نحمل المسؤولية الآن للقصر، طبعا طالما هناك حكومة وهناك مسؤولين وهناك وزراء، فالمسؤولين المباشرين للشعب هم الحكومة، هم من ينتخبهم الشعب وهم من يدبرون في موقع القرار. فبالتالي إذا عجزت الحكومة قد نصل إلى أننا نقول يجب أن يتدخل الملك في إطار صلاحيته الدستورية. طبعا الملك له ملكية دستورية، يسود ويحكم وهو طبعا يقرر، وقد وقع هذا وشهدناه في خطاب 9 مارس في حراك 20 فبراير، كذلك شهدناه مع أحداث الريف، ولكن هو لم يتدخل في أحداث الريف بشكل مباشر. إذا ما يعيشه جيل زاد فيما يتعلق بتدخل الملك هو ما عشناه مع حراك الريف. الآن نحن لا نقول أنه المسألة مرتبطة بجواب الملك حالا، نحن نريد جواب من الحكومة، وإذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن الجواب هي الأولى فعليها أن تنسحب، أن تقدم الاستقالة، أن تسقط، وبعدها نرى تدخل الملك حتى نصل إلى الأفق المسدود مع الحكومة، ويعلم الشعب المغربي قاطبة أن هذه الحكومة عاجزة عن تقديم أجوبة، وأن كل الحكومات المتعاقبة على مر التاريخ هي حكومات عاجزة. هل تعلم معي ويعلم الناس كلهم، النخب والمثقفين والطبقة السياسية بالمغرب، من يدبر في الأغلبية الحكومية الآن هو كان في السابق يدبر. الأحزاب التي تقود الحكومة الآن وهي الأغلبية وهي المعارضة كانت منذ أزيد من 20 سنة وأزيد من 30 سنة. قبل كانوا الإسلاميين وكذلك فشلوا في تدبير الأزمات، وبعدهم جاء حزب نقول عنه حزب هجين، لا هو يميني ولا هو يساري، هو حزب تضارب المصالح، حزب جواز السلطة بالمال. طيب، حزب جواز السلطة بالمال، وإن كان الموقف من الحكومة بهذا الشكل، هل لديكم رسائل توجهونها للعاهل المغربي من هذا المنبر؟ وكنت قد ضربت مقارنة بين خطاب العاهل المغربي عام 2011 والوضع الراهن الذي لم يتغير كثيرا كما قلت. إذا كانت لي رسالة أوجهها من هذا المنطلق إلى ملك البلاد فأنا أقول له في إطار الصلاحيات الدستورية وما يخوله الدستور في إطار نقاش الملكية البرلمانية، طبعا ما يمكن التدخل به الآن
هو شوف، لنكن صرحاء مع أنفسنا. إذا كنا نرغب في إصلاح الصحة والتعليم فهذا يتطلب وقت، لكن يجب أن تكون إرادة حقيقية لدى جميع السلطات والمسؤولين، حتى أعلى سلطة في المغرب طبعا، لكي نتحدث بصدق ونكون صرحاء. أما رسالتي للملك فأنا لا أقول أن تدخله الآن في هذه الأزمة التي نعيش، الاحتقان، القمع، تضييق على الحريات، ملاحقة المعتقلين، هناك معتقلين سياسيين في المغرب، هناك احتقان. فالتدخل الذي يجب أن يقوم به الملك الآن لكي يخلق انفراج حقيقي ويعبر عن إرادة، يجب أولا وقبل كل شيء أن يشمل المعتقلين السياسيين. يعني يجب إطلاق معتقل حراك الريف، معتقل الرأي، المدونين، الصحفيين، وبعدها يمكن أن نناقش باقي الإصلاحات، حتى لا نقع في منطلق سؤالك اللي هو كيقول أنه خطاب 9 مارس من بعده المغرب لم يرى مؤشرات، يعني ولم يرى تلك الصورة التي عبرت على تنزيل خطاب 9 مارس. طيب، لك أن تعلق دكتور عبد الفتاح نعوم باقتضاب إن سمحت فيما تفضل به الأستاذ مهدي من بني ملال. لا أتفق معه تقريبا، يعني في جملة وتفصيلا أتفق معه، أتفق مع نبض هذا الشباب، يعني الذي فهذا طبيعي جدا، هذا هو الطبيعي، لأنه هذا الجيل لم يستمع إلى جيلنا نحن، ولم يستمع إلى الجيل الذي هو جيل آبائه. يعني هذا الجيل يعني عاش في فورة التواصل الاجتماعي، فورة التكنولوجيا، التواصل الاجتماعي أنشأ بنيات خاصة به للتواصل، وأيضا الآن ينشئ بنيات خاصة به للتعبير. يعني كل ما أتمناه على هؤلاء الشباب، يعني وأنا يعني أبصم على وأتفق معه في كل مقال، لكن الطريقة التي يتحرك بها الشباب الآن في مجمل الأحوال الاحتجاج سيصرف تعبيريا في أشكال سياسية يعني معروفة، قوالب لا يمكن الاستغناء عنها، هي قوالب ممارسة السياسة، هي الأحزاب والنقابات والحكومات وما إلى ذلك. أنا أشجع هذا الشباب بهذا الفكر، بهذه الاستنارة، بهذه العفوية، بهذا النقاء، أن يذهب إلى الأحزاب السياسية. يمكنكم أن تحدثوا الفرق أخي مهدي، يمكنكم أن تحدثوا الفرق إن ذهبتم يعني جحافلا إلى الأحزاب هي تمتلكونها. كل هذه الأحزاب ليست ملكا لمن يوجد فيها، هذه الأحزاب هي ممتلكات مغربية، ممتلكات عمومية مغربية. كل هذه الأحزاب الموجودة يمكن لكم أن تنشئوا أحزابا أو أن تلتحقوا بهذه الأحزاب وتحدثوا الفرق، وأن تنتجوا قيادات تمثلكم داخل هذه الأحزاب، لا في المعارضة ولا التي توجد في الأغلبية. هذه الأحزاب كلها ينبغي أن تتغير بنيويا بكم. يعني أنتم يمكنكم أن تنتجوا ممارسات فضلى قانونية وسياسية تعبر عن هذا الفكر المستنير الذي يعكس نبض الشارع ويعكس نبض المجتمع ويعكس نبض كل من لديه مطالب عادلة ومشروعة تتعلق بالمسائل الاجتماعية الحارقة. أنتم تمتلكون فعلا الوصفة، ينبغي عليكم أن تفكروا في الطريقة التي تصرفونها بها في القوالب الموجودة التي لا يمكن القفز عليها. للأسف الشديد القوالب موجودة، لدينا أحزاب، لدينا السياسة تدار بمنطق معين، وإلا فإنكم ستستغلون. سيأتي من يركب على خطابكم وعلى مجهودكم ويصل إلى السلطة ويعيد نفس الأخطاء التي نسمع ردك على هذا المقترح يا مهدي. أولا أشكر الأخ يعني على هذه المداخلة وعلى هذا التفاعل طبعا، لكن ما يجب أن يعرف الناس وأن يعرف الرأي العام الدولي والإقليمي والمحلي هو الأزمة أزمة طبقة سياسية. إذا كان يتحدث عن الأجيال ونحن نقرأ التاريخ، فإذا تحدثنا عن جيل الأخ الذي تكلم الآن نجد أن في وقته كانت طبقة سياسية تخاطب الملك، طبقة سياسية تجالس الملك، من أشباه رجالات دولة يعرفهم هو ونعرفهم نحن ويعرفهم أباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا. طبقة سياسية كانت لها الجرأة في أن تخاطب الملك، في أن تتحدث مع الملك عن الأزمات التي تعيشها البلاد. الآن الطبقة السياسية عاجزة ومتخوفة، وكذلك هي غير قادرة على مخاطبة الملك، وكذلك هي غير قادرة على أجوبة. الآن ما نراه من ملاحقات ومتابعات وتوقيفات وقعت لي أنا مثلا بالمدينة التي أقطن فيها والتي شاركت فيها إلى جانب شباب من جيلي، كذلك مدن أخرى، توقيفات واعتقالات ومتابعات وصلت حد الكفالة بمدينة الدار البيضاء وبمدينة الرباط. ولو لم يتدخل محامو هذا البلد الشرفاء لحلت الكارثة، وكنا أمام سنوات من السجن سوف تلاحق هؤلاء الشباب الذين كان من الواجب أن نحتضنهم. أنا أسأل الأخ الآن، أين موقف الأحزاب السياسية من ما يحدث لنا من التوقيفات، من المتابعات، من التعنيفات التي وقعت لنا؟ أين هي دي الأحزاب الآن؟ وأين موقفها كي نلتحق نحن بها؟ كيف سنلتحق بأحزاب هي تحتاج بمن تلتحق؟ هي أصلا عاجزة. الأحزاب هي التي تحتاجنا الآن، لسنا نحن الذين نحتاج الأحزاب أو نحتاج من يدعمنا. نحن جيل زاد، عبرنا عن مطالبنا وأصبحت السلطات تتوجس منا. طيب، إذن واضح أن جيل زد قفز عن الأحزاب كلها ويعتبرها مؤسسات
سياسية مترهلة. طبعا. دكتور عبد الفتاح، ليس من باب الفكاهة. تعليق يعني أنا لا يعني أتفق معه. هذه الأشكال، هذا الجيل قفز على هذه الأشكال كلها، يعني قفز على أشكال الوساطة المعروفة التي تمثلها الأحزاب وتمثلها هذه المؤسسات. لكن هذه الأحزاب هي أوعية، هي قوالب. أنتم تمتلكون وعيا تحتاجه هذه المؤسسات. لا يمكن أن تدار السياسة وأن تنتج السياسة وأن تنتج سياسات وأن خارج يعني قوالب ومسارات معينة موجودة، قوانين. لكن دكتور عبد الفتاح، هذا نقاش يقودنا إلى المعرفة وأبواب المعرفة. الكتاب لم يعد بوابة الإنسان للمعرفة. هؤلاء شباب يملكون نافذة على العالم بين أيديهم، الهاتف هاتفهم المحمول، ويديرون المعلومات التي يتلقونها ويجيدون البحث عنها بكفاءة عالية. سأعود بك إلى صلب موضوعنا وموقف القصر، موقف جلالة، موقف الملك كما تفضل. فقط لا تفاعلا معك، حتى فقط نقفز إلى المحور الثاني. العاهل المغربي بحسب مواقع مغربية رصينة دشن اليوم مجمعا طبيا للمرضى العقليين. دكتور عبد الفتاح، هل تمت رسالة سياسية من الملك لمن يهمه الأمر؟ في هذا الزمن نحتاج إلى مصحات عقلية أكثر من أي وقت مضى؟ لا، يعني لا يمكن أن نتعامل على نحو درامي مع مثل هذه الأمور. هذا يعني النشاط كان مبرمجا بشكل سابق قبل حتى أن تظهر هذه الاحتجاجات. هذه نشاطات مبرمجة بشكل سابق، لا يمكن فقط لأنها تزامنت مع هذه الأحداث أن يعني نقوم بتأويلها على هذا النحو. لا، حينما نتحدث عن الاحتجاجات وعن المواضيع الآن رأينا ينبغي أن نبقى في صلب هذا الموضوع. هذا مشكل حارق، هذا واقع جديد، هذه رسائل بعثها هؤلاء الشباب. وحديث الأخ المهدي الآن ينم عن مستوى الوعي السياسي الذي يمتلكه هؤلاء الشباب، وعن قدرتهم على معالجة المسائل وتجريدها، والقدرة على لديهم مواقف دقيقة وعميقة من الحياة السياسية بشكل عام ومن الطبقة السياسية ومن الأحزاب. الشباب يمتلكون رؤية، يمتلكون وجهة نظر. أنا الذي يهمني في الموضوع هو أن هذه الرؤية ينبغي أن تترجم، لأنه إن بقيت هكذا بشكل عفوي ستستغل. وهذا حدث في 20 فبراير. مواقف كانت في الشارع لشباب، لاحقا جاءت بعض الأحزاب واستغلت شعارات الشارع ووصلت إلى الحكومة، وهذا هو المسار الوحيد الموجود. دكتور عبد الفتاح، هذا المسار ليس إيجابيا على طول الخط. المشاهد الآن من بعض المدن المغربية أصبحت تشبه صور الانتفاضة الفلسطينية في 2000 وما قبلها. كيف تريد حكومة أخنوش أو هل تستطيع حكومة أخنوش قلب هذه الصورة التي أصبحت تطبع سمعة المغرب بعد كل التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب، ورغم كل الحديث عن إنجازات كثيرة تحققت في المغرب خلال السنوات الماضية؟ الذي حصل انزلاق. هذه انزلاقات الآن حصلت، وأتصور أنه يعني وجهة النظر التي يمثلها الأخ مهدي والتي يمثلها يعني العدد الأكبر من الشباب الذين خرجوا في المضاهرات هم ضد هذه الانزلاقات. يعني لا أتصور أن الأخ مهدي يتبنى هذا التصور. أن مسألة العنف في معالجة المسائل، هذه الانزلاقات العنيفة هي ضارة وغير صحية. حكومة عزيز أخنوش تحدى يعني لا يعني لن نكرر الكلام. حكومة عزيز أخنوش عاجزة حتى قبل أن تحصل هذه يعني المسائل أو هذه المشاكل. نعم. لأن عجزها عجز ذاتي مرتبط أولا بالطريقة التي فهموا بها إدارة الشؤون العامة. يعني أما الصلاحيات الدستورية يعني المهام المنوطة بهذه الحكومة أو بأي حكومة في السياق الدستوري المغربي تعطيها الكثير من الرصيد. لا يمكن أن نتحدث عن وزير يدبر المليارات في قطاعه ونقول أنه لا يمتلك الأدوات أو أن يديه مغلولة أو أنه لا يمكن. لا، المشكل في ترتيب الأولويات، في الطريقة التي تدار بها الأمور. المشكل في طريقة التواصل. أحيانا كلمة من وزير قد تشعل مشكلة. طيب. وهذا حصل. يعني هذا المشكل أساسا هو بسبب مشكلة تواصلية. يبدو هناك، وأريد تعليقا منك يعني ربما دكتور عبد الفتاح، هناك هذا العجز مصحوب أيضا بارتباك داخل أحزاب الائتلاف. أصوات من داخل أحزاب الحكومة بقيادة عبد العزيز أخنوش مثل فاطمة الزهراء المنصوري القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة كما تعلم اعتبرت احتجاجات جيل زد ديمقراطية. هل بدأت رحلة القفز من قارب الائتلاف الحكومي بزعامة أخنوش من وجهة نظرك؟ هي الأحزاب التي تكون دائما موجودة في الأغلبية الحكومية هي تكون في الحكومة وتفكر بمنطق الانتخابات، لأنها
تنافس حتى بعضها البعض في يعني السباق المقبل. وبالتالي بالنسبة للأحزاب حينما تحدث مثل هذه المشاكل تبحث عن الطريقة التي يمكن أن تتفاعل بها معها لتستثمرها في المسار الانتخابي المقبل، لأنه كما قلت كل ما يحدث سيصرف في يعني المسار الانتخابي في النهاية. يعني نعم. العملة التي تتداول بها السياسة في الدول وتصنع بها السياسات العامة هي هذه العملية الانتخابية والعملية السياسية والصراع السياسي والتناكف السياسي. إذن الذي أنا أهيب يعني بالشباب الذين يعني يمتلكون، وأنا لمست من الأخ مهدي أو من غيره ممن استمعت إليهم، هناك وعي فعلا وحتى إيمان بفكرة الدولة وبفكرة المؤسسة وبفكرة المرفق العام وبفكرة العدالة الاجتماعية يعني والدولة الاجتماعية. الشباب يعني يعرفون جيدا ما الذي يطالبون به، ولذلك ينبغي التفكير في أنه هذه النخب الموجودة داخل هذه الأحزاب هي نخب يعني أثبتت فشلها، تكلسها، عجزها، حتى التي توجد في المعارضة. بالمناسبة أنا نتحدث عن الحكومة والمعارضة، الأحزاب كلها الآن مشكلتها مع القيادات، التنافس على يعني الزعامات المتكلسة التي تريد أن تأتي لتبقى إلى الأبد. هذا مشكل موجود داخل هذه الأحزاب. أصوات الشباب داخل الأحزاب لا يستمع إليها. يعني الجيل زيد موجود في الأحزاب، هذا جيل زيد موجود في الأحزاب لا يستمع إليه، وهو يتقاطع مع أصوات الجيل زيد الذي عاد إلينا. وربما في بعض الأحزاب هناك شباب من الأحزاب نزلوا إلى الشارع أيضا. هنا قد عاد إلينا مهدي سابق بعد انقطاع في التواصل معه. مهدي، أرحب بك مجددا. بيان لوزارة الداخلية اليوم تحدث عن إصابة 263 جريحا من قوات الأمن في الاحتجاجات مقابل 23 فقط من المتظاهرين. من يمارس العنف ضد من؟ إذا كنا نتحدث عن هذا البلاغ الذي أشرت إليه والذي يتحدث عن إصابات إلى آخره، فأنا أقول يعني بكل صدق الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليتها. إذا كانت رغبتها هي السلم والحفاظ على الأمن واستقرار البلاد فليس بهذا الشكل. وقعت تعنيفات يعني متبادلة ما بين القوات العمومية وما بين الشباب، لكن هذه التعنيفات تتحمل مسؤوليتها 3 جهات بهذا المعنى: الأجهزة الأمنية، وإن كانت وزارة الداخلية من جهة أخرى لأنها أصدرت كما كبيرا من المنع. يعني في كل مدينة كان هناك منع، وكانت هناك احتكاكات، وكانت هناك أجهزة أمنية تقمع وتمارس العنف، وكان العنف متبادل. لكن هناك مغالطة تتم أمام الرأي العام. ما يقع ليس عنف اتجاه مؤسسات الدولة. شباب جيل زاد لم يعنفوا المحاكم، لم يمارسوا تخريب المحاكم ولا مؤسسات الدولة ولا مؤسسات الأمن ولا مؤسسات الدرك ولا مؤسسات الدولة. ما خربوه هو تخريب وليس تعنيف أو مواجهات من هذا القبيل. هذا تخريب لمحلات خاصة. في إنزكان وأي تعميرة سرق الشباب مثلا، كأن نقول أن هناك من يروج لأن الشباب سرقوا الذهب وسرقوا الصيدليات ثم أحرقوا أمورا أخرى. نعم. هذا جزء من الأسباب التي أخرجت هؤلاء الشباب. في أمريكا حينما رأينا ثورة الجياع رأينا رجال ونساء في أمريكا يسرقون السندويتشات ويسرقون الأحذية ويسرقون الماركات. صحيح. ولكن المغرب كان جد متقدما، وهذا الشباب كان جد متقدم في احتجاجاته، وما وقع قد يكون انفلاتات أسبابها يعني تبادل العنف. لكن لنوضح للرأي العام، ولكن لابد قبل أن نوضح للرأي العام ما وقع من تخريبات شملت مثلا التجاري وفا بنك أو مؤسسات بنكية أو البوسطة إلى آخره، البريد بنك، يعني هذه كانت تخريبات وكانت من دافع الخصاص ومن دافع أسباب الاحتجاج، ويمكن التعامل معها على سوسيولوجيا ونفسيا بحكم احتجاجات الشباب. لكن اسمح لي 30 ثانية أقول للنخب والمثقفين: تحملوا مسؤوليتكم، ولقادة الأحزاب التي ما زالت لها بعض المصداقية وماء الوجه لتخاطب الجماهير بأن تنزل للشارع عوض التدوين في الفيسبوك وعوض التدوين وعوض البودكاستات وعوض الريلزات. انزلوا للشارع وأطروا الشباب وتحملوا مسؤوليتكم التاريخية، لأننا نحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ هذا البلاد. فيا إما أن نمشي قدما ونصنع البلد الذي نريد، وطن يتسع للجميع، وطن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإلا سيحل الخراب، والخراب على الباب. الخراب على الباب، هذا تحذير خطير جدا. لكن بيان وزارة الداخلية أستاذ مهدي يتحدث عن إلحاق أضرار جسيمة ب 242 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، بالإضافة إلى عدد كبير من المحلات التجارية والمصارف وما إلى ذلك. سميته توترا، سميته، لكن هو شغب، أعمال شغب. كيف ستؤثر على نشاطكم هذه الأعمال؟ منذ إنشاء منصة تواصل جيل زاد التي نتواصل من خلالها عبر تطبيق من التطبيقات المتواجدة
كنا نقول أن السلمية الاستراتيجية التي اعتمدناها نحن كشباب جيل زاد استراتيجية الخيار السلمي، استراتيجية السلمية، لكن ما حدث انفلاتات تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة، وكذلك لا يمكن في نفس الوقت يعني حينما نتحدث عن مسؤولية الأجهزة الأمنية والدولة فيجب أن نقول للرأي العام رجاء على الدولة وعلى السلطات أن تتعامل معنا كضحايا وليس كطرفا في الصراع، لأن ما يحدث من قمع يجعلنا ننظر أن هناك في هذه الدولة من يرانا طرفا في الصراع، لا يرانا ضحايا. نحن ضحايا سياسات فاشلة، نحن ضحايا فساد، نحن ضحايا لسياسات عمومية فشلت، وملك البلاد اعترف بهذا كم من مرة. فلماذا الدولة تتعامل مع هؤلاء الشباب كطرفا في الصراع لا كضحايا؟ وسبق للدولة أن تعاملت مع معتقل حراك ريف بمنطق طرف في الصراع، لهم ضحايا، وتعاملت مع الصحفيين كأنهم طرف في الصراع لا ضحايا. وتتعامل معنا اليوم نحن كشباب من جيل التسعينات وجيل زاد، جيل تيك توك والانستغرام، وهي التي تسيء لنا عبر مثقفي السلطة، وهي التي تعتبرنا جيل تيك توك والانستغرام والتفاهة والرداءة. فلماذا تحملنا الآن المسؤولية؟ فلماذا تقول خربنا وعنفنا وتأتي تقارير عن وزارة الداخلية؟ نحن يا أخي فليعلم الرأي العام الدولي والرأي العام المحلي نحن ضحايا في الصراع، يجب التعامل معنا كضحايا ليس كطرفا في هذا الصراع رجاء. والتعامل مع تظاهراتكم مظاهراتكم مختلف تماما عن الطريقة التي تعاطت بها السلطات الأمنية مع مظاهرات 2011 التي نظمتها حركة 20 فبراير. دكتور عبد الفتاح نعوم، كان هناك زخم أكبر بكثير من الذي نشاهده اليوم، ومع ذلك وشارك فيه الملايين في 2011 من المغاربة، وكان لها سقف سياسي عالي جدا كما نعلم جميعا، ومع ذلك لم تستخدم السلطات العنف ضدها. ما السر في نظرك دكتور عبد الفتاح وراء السلوك الذي وصف بالعنيف جدا من قبل السلطات الأمنية المغربية ضد جيل زيد؟ يتساءل مهدي أيضا. لا، هو يعني وانا شاهد على هذه المرحله، مرحله عام 2011، يعني كنت قد واكبتها عن كثب يعني بشكل تفصيلي. في 2011 الفرق الذي كان هو انه كانت هناك يعني مؤسسات سياسيه، احزاب وجهات سياسيه كثيره معلومه معروفه يعني جميع التفاصيل. يعني كان بالنسبه للدوله او بالنسبه لها كان هناك مخاطبون. بالنسبه الان لهذا التنظيم عفوي جدا بالشكل الذي يجعله لا توجد لديه لا قياده ولا هرميه ولا يعني يصعب التخاطب معه بشكل مباشر او التنسيق معه حتى فيما يتعلق بالتفاصيل، تفاصيل واجب يعني القوات العموميه في حمايه المظاهرات. فلذلك حصل هذا سوء الفهم الذي يمكن ان نتحدث عنه. لكن حتى في 2011 حصلت مثل هذه المشاهد في مدن كثيره، حصلت مثل هذه المشاهد، وحتى في مراكش وحتى في اماكن حصلت مثل هذه المشاهد التي نشاهدها. هذا ليس جديدا، مثل هذه الانفلاتات تحصل حينما تكون مظاهرات يعني كبيره العدد. لكن انا يعني اريد ان افصل بين امرين اساسيين. الشباب في معظمهم والمظاهرات وشعاراتها وغاياتها ومضمونها وحتى الوعي النقي الوطني النقي مثل الذي يعبر عنه الأخ مهدي، هذا يعني الجانب هذا شيء ينبغي أن نتعامل معه من جانب يعني باعتبار سياسي وباعتبار فكري وباعتبار يعني ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. لكن الانزياحات أو الانزلاقات ينبغي أن نتعامل معها بمنطق التفريد، بمعنى الشباب او يعني الذين تسببوا في مشاكل او قاموا باحداث عنف او يعني الاعتداء على ممتلكات عامه او خاصه او حتى الاعتداء، لانه نتحدث عن الشرطي وعن يعني رجل الامن، وهذا ايضا مرفق عمومي هو من الممتلكات العامه، يعني مثل سرير المستشفى الذي نطالب باحداثه. يعني لا يمكن اخراج يعني موظف عمومي او رجل امن من الخدمه لمده شهرين بسبب يعني ضربه او ما الى ذلك ونعتبر هذا نضالا. لا، انت يعني تقطع جذع الشجره الذي تجلس عليه حينما تضرب رجل الامن. لا يمكن يعني تهجم على رجل الامن، هذا غير مقبول. وايضا رجل الامن الذي يتجاوز هو يمارس العنف خارج صلاحيته وخارج ما هو موكل له. يعني مؤسسه الامن تتعمل، يفترض في افرادها ان يتعاملوا في اطار القانون، والمؤسسه يعني تلاحق وتتابع وتجازي وتقوم بطرد وبايقاف وتقوم حتى بسجن من يتجاوز يعني ومن يستعمل الشطط في استعمال السلطه او يتعرض الشطط في استعمال السلطه. هذه الحاله الثانيه ينبغي تفريدها. يعني لا يمكن ان نحاكم المؤسسه القوى العموميه بمجملها ونقول انها فعلت كذا، ولا الشباب لا يمكن نقول كلهم فعلوا كذا وكذا. اذا ينبغي فصل الامرين، وصلت فكرتك دكتور عبد الفتاح. والمنطق الثاني بالتفريد. وفي دقيقه واحده مهدي ان سمحت لي، ما مدى ايمان جيلكم جيل زد من وجهه نظرك بطبيعه الحال بقواعد الديمقراطيه التي تطالبون بها في المغرب؟ جيل زد هذا عبر على انه
جيل مؤهل لأن يعيش الديمقراطية، لأن يقول الكثير من المحللين السياسيين ومثقفي هذا البلد أن يطرح سؤال، كأن يطرح سؤال: هل هذا الشعب مؤهل لأن يعيش في الديمقراطية؟ وهذا السؤال جزء منه ما طرحت عزيزي، وهو هل جيل زاد له آليات يراها في الديمقراطية؟ نحن نؤمن بالديمقراطية ونعرف آليات الديمقراطية، ومن بين مطالبنا أن تجيب المؤسسات. إذا كنا نعتبر الملكية بعيدا عن صراعنا الآن، يعني جميع الشباب الذين خرجوا إلى مدينة الرباط وكل المدن قالوا بالحرف: نحن نريد أن نوصل رسالتنا. نعم. وليس مشكل لدينا مع الملك، لأن طرحت أسئلة من بعض الصحفيين: ماذا تطالبون؟ نطالب بإصلاحات. هناك أمهات يسحق السرطان أجسامهم لا يجدون ما يعبر على أن هناك صحة جيدة ومجانية. في التعليم هناك اكتظاظ وبنية تحتية مهترئة نريد إصلاحها، ونعلم أن هذا يتطلب الوقت، وهذا وعيا منا بالديمقراطية وبكيف تتم الأمور وبكيف تصلح الأمور. كذلك حينما نطالب بإسقاط الفساد فنحن نقول لأشباه السياسيين الذين ركموا الثروة وزاوجوا بينها وبين السلطة أنهم أفسدوا السياسة وأفسدوا علينا الديمقراطية ونظرة السياسة. ما قام به وهبي، الثروة التي ركمتها من تحدثت عنها من قبل فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تحدث على في التصريح كان يناقض بلاغ الحكومة. الديمقراطية ليس أن تجتمع أغلبية الحكومة بمعزل عن المعارضة وتجعل المعارضة مقصية في أن تعبر عن رأيها. الأغلبية وحدها من اجتمعت، وفاطمة الزهراء المنصوري أعطت تصريحا ينافي ويناقض بلاغ الحكومة والأغلبية الحكومية. نحن جيل يرى السياسة، يفهم السياسة، يمارس السياسة، يريد دولة فيها فصل السلط. المسؤولين الذين ننتخبهم يتحملون المسؤولية. نريد إصلاح التعليم، إصلاح الصحة، نريد من يحاورنا، والشارع سوف يفرض قيادات، وهذا الحراك مستمر حتى تحقق مطالب الشعب المغربي، والشارع سيفرض قياداته. جيلكم يفهم السياسة ويفهم السياسيين ويؤمن بالديمقراطية كما تقول أستاذ مهدي. بقي فقط يعني يجب أن يأتي من يفهمكم ومن يتعامل معكم كما يجب. شكرا جزيلا لك أستاذ مهدي سابق، كنت معنا من بني ملال. وللأسف دكتور عبد الفتاح مضطر للانتقال للجزء الثاني، ولكن كلمة إذا أمكن. تفضل. جملة واحدة دكتور. والله تفضل. لك أنا متفائل جدا بعد هذا الحديث مع أخي مهدي. أنا متفائل جدا، وأعتقد أنه هذا الوعي سيجنب أيضا هؤلاء الشباب من كل شذاذ الآفاق الذين يريدون الركوب على مسيرتهم وعلى مواقفهم وعلى نضالهم. شكرا جزيلا لك أيضا دكتور عبد الفتاح نعوم، كنت معنا من الرباط. ما شاهدناه ليس مجرد خروج إعلامي عابر، بل رسالة حقيقية تعبر عن وعي الجيل زد في المغرب، قادر على الحوار والتواصل مع العالم بأسلوب راقي ومسؤول. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذا العرض، ولا تنسوا مشاركتنا آراءكم في التعليقات حول هذا النموذج المشرف من شبابنا. شكرا لمتابعتكم، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.